كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير. هنعمل مع بعض النهاردة الطريقة الأمثل لعمل العليقة الضاني، هتاكليها من غير أي زفارة وأحلى كمان من المطاعم. الناس اللي مش بتحب تاكل العليقة الضاني وبتشتكي إن بيكون ليها ريحة زفارة، النهاردة هعملها معاكي زي المطاعم بالظبط ومش هيكون ليها أي ريحة، وبجد لو جربتيها هتدمنيها. اعمليها بقى في العيد الكبير، أحلى حاجة في الفطار، أو اعمليها في أي مناسبة. نسمي الله ونبدأ. أول حاجة أنا اشتريت هنا العليقة الضاني، هي بتشترى زي ما هي كده، يعني مش بينفع تختاري منها قطعة أو لأ، انتي بتروحي للجزار بيوزنها لك وتشتريها زي ما هي. بتكون مكوناتها ايه بقى؟ بتكون عبارة عن الفصين الكبدة وكمان القلب. بصوا القلب عامل ازاي، احنا بنشيل كده القطعة اللي هي العرق الدم اللي فيه، وبفتحه وبنضفه كويس جدا وبشيل الكفر اللي عليه. والكبدة برضو بيبقى عليها كفر وهوريكم ازاي هشيلها بعد كده. وبيكون فيها الصدور ده كده بيبقى عامل زي القرقوشة كده، بيبقى طعمه جميل. انا فتحته هنا بالمقص، وبعد كده غسلته كويس جدا بالميه وبالليمون وبالملح تحت الحنفيه. وكمان هنا بيكون معايا الرئة أو اللي هي بنسميها الفشة، وبتكون لازقة فيها كده قطعة من الدهنة دي بتبقى حلوة، كمان مع قطعة من اللية، وهنبتدي نشتغل بيها ونحمر بيها. هقول لكم دلوقتي هنعمل بيها ايه. انا هنا كده بسلكها من بعضها وبشيلها احطها على جنب. انا عايزة بس هنا الفشة عشان هبتدي اللي انا اسلقها. هشيل كده الحتة دي على جنب وهخلي الفشة على ايه، على جنب كده، عشان هبتدي اللي انا اسلقها. هجيب بقى هنا مية مغلية وهحط فيها الفشة، وكمان هحط فيها الطحال، وهسيبهم ان هم يستلقوا. الميه دي انا طبعا منكهاها بورق غار وبحبهان، وكمان ممكن تحطي فيها بصلايه وجزرايه وتغليها كويس جدا، وتحطي فيها الفشه والطحال علشان تستلق معاكي، لانها بتكون جامده شويه، فهتكون مستويه نص ساعه وبعد كده تكملي سواها. هنا القلب بقى بعد ما فتحته، وهبتدي هنا ان انا اخد الكبده وهشيل فيها كده اي زيادات، وهبتدي ان انا اشيل الكفر مع اللي عليها. الكفر ده بيشال معاكي بمنتهى السهوله، ولازم يشال علشان الكبده ما تنشفش منك وانت بتقطعيها، وكمان ما يبقاش فيها اي زفاره. وما ينفعش الكبده تتغسل، الكبده مش بتتغسل نهائي. طب انا ازاي هضمن انها نظيفه؟ هي الكبده والله بتبقى نظيفه من غير ما يكون فيها اي زفاره او اي حاجه، لو لمست الميه بتتزفر. فمهم جدا عشان تاخدي كبده ما تبقاش متزفره ان انت ما تغسلهاش نهائي. انا هنا ابتديت اللي انا اقطعها، قطعيها بقى كده شرايح اسكندراني زي ما انت شايفه. عايزاها تكون عريضه شويه، عايزاها تكون طويله، دي بقى حسب رغبتك. لكن انا مش بحب اخليها مكعبات. المكعبات دي بتكون في الشوي، احنا هنا هنعملها على الجريل او زي ما احنا بنسميها مزاليكا. فانا هقطعها كده اسكندراني او هقطعها شرايح. وعايزه اقول لك ما شاء الله العليقه دي كانت حجمها كبيره شويه، فقطعت معايا كميه كبيره جدا، يعني ما شاء الله كانت هتعمل معايا صينيه كبيره. مش لازم بقى اللي انت تعمليها كلها مره واحده، ممكن تاخدي مني الطريقه وتشتغلي على الكبده بس، وتخلي الفشة والطحال وكمان الحاجات التانية ممكن تعمليها في يوم تاني. لكن انا هنا معاكي وهشتغل كل العليقة كلها مرة واحدة. قطعت هنا بقى الكبدة كده شرايح وهسيبها على جنب. وبعد كده هبتدي اللي انا اخد الكبدة، هبتدي اخد القلب وهقطعه بالطريقة دي. القلب بيكون جامد شوية فمحتاج سكينة تكون حامية شوية. هقطعه برضو شرايح زي ما انتوا شايفين. وطبعا الجريلا بتاعتي انا غسلتها ما بين بقى حاجه وحاجه، بعد الكبده طبعا بتنزل دم، باخدها اغسلها كويس وبعد كده اقطع الحاجه التانية. ادي كميه الكبده هي ما شاء الله كميه كويسه جدا. وادي القلوب والكلاوي، برضو الكلاوي ممكن تسلقيها وممكن ان انت تقطعيها على طول. وكمان بيكون في حته كده لحمه من لازقه من الرقبه، برضو بتكون طعمها حلو جدا، بتقطعيها شرايح. هنا بقى بعد ما سلقت الفشه ابتديت اللي انا اقطعها، برضو اقطعها هنا كده شرايح طويلة او شرايح عريضة حسب بقى ما انت عايزة زي ما انتوا شايفين. طب انا ليه سلقتها وما عملتهاش على طول؟ علشان بتبقى يعني جامدة شوية، الكبدة مش بتاخد اي وقت خالص. فعشان كده انا خدت الفشة سلقتها. ممكن كمان اللي انت تحمريها بشوية ملح وفلفل اسود، مش لازم اللي انت تحطي لها الخلطة اللي احنا هنشتغل بيها دلوقتي، فدي بتكون حسب رغبتك. بصوا بقى زي ما انتوا شايفين انا سلقتها كويس، فكانت بتتقطع معايا بمنتهى السهولة، ما اخدتش مني وقت خالص. وده الطحال. بصوا الطحال برضو بيبقى فيه كده قشرة بتتقشر بعد ما بتستلق، ونخلي بالنا ان الطحال بيكون عبارة عن تجمعات دموية، يعني لو اتخرم منك من قبل ما بتسلقيه
كل ما بيتحط في الميه بيبتدي ينزل الميه بتاعته، في الاخر هتاكلي جلده، يعني مش هيبقى فيه اي لحمه خالص. فمهم جدا ان الطحال ما يتخرمش منك لما تيجي تسلقيه. وهو الطحال طبعا بتاع الضاني صغير زي ما انتم شايفين، مش بيبقى زي البقري، فان شاء الله مش بيتخرم ولا حاجه. بتاخديه زي ما هو كده، حطيه في الميه السخنه علشان ما يتخرمش منك. بعد كده بتطلعي القشره بتاعته، بتبتدي تقطعيه. تعالي بقى هنا نعمل التتبيله اللي احنا هنحطها على الجريل. انا جبت هنا 4 من قرون الفلفل، 2 احمر و2 اخضر، وكمان راس من الثوم، وحطيت البهارات ملح وفلفل اسود وكمون، وبس كده. مش هنحط اكتر من كده، هو ملح وفلفل اسود وكمون، وكمان رشه من الليمون. هنحط الليمون هنا في الكبه، وهنخلط كل دوت في الكبه. وبعد كده هجيب الطاسه وهحط هنا اللية، وده السر بقى اللي هيخلي ريحتها جميله جدا. انا هنا مش هعمل باي دهون او اي مواد من بره، انا هجيب اللية الضانيه، هحط منها حته، وكمان الدهون اللي طلعت معايا من العليقه هحطها، هتسيح وهتنزل الدهنه بتاعتها. بعد كده هبتدي احط القلب والكلاوي، لانها بتاخد وقت في السوا شويه، وكمان الزور اللي انا غسلته وفتحته بالمقص وقطعته هحطه في الاول، وهبتدي ان انا اشوحه. بعد كده هاخد التتبيله اللي انا حطيتها في الكبه، ومش هنزلها كلها، انا هحط نصها في الاول في البدايه، وبعد كده هقلب كل اللي انا حطيته دوت لحد ما لونه يتغير. وهضيف الفشه بعد كده، وفي الاخر خالص هضيف الكبده، لان احنا زي ما احنا متعودين ان الكبده ما بتاخدش سوا معايا خالص، مجرد 5 دقايق بتستوي بسرعه، فعشان كده حطيتها اخر حاجه. وبعد كده هضيف بقيه التتبيله وهديها كده تقليبه، وخلاص هيكون الجريل بتاعي جاهز. وانا هنا كنت محمره شويه ممبار، وهنزل لكم الطريقه بتاعته في فيديو تاني ان شاء الله. وهنا بقى حطيت بقى الحلويات المذبح الجميلة كلها في طبق، وطبعا معاها الفلفل والليمون، وبألف هنا.